بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. عيدنا السنة دي أحسن من أي عيد بفضل الله رب العالمين، كما وعدنا ووفينا في بناء مجمع ومسجد عمر بن الخطاب، وصلينا العيد في السنة دي بشرى نزفها لكل من أقام وتبرع وشارك معنا في جمعية فيض الرحمة. صلينا العيد في مجمع عمر بن الخطاب، وقمنا نضحي بكل السكوك للي شاركوا معانا في لحوم الأضاحي لأسر فيض الرحمة من الأيتام والفقراء. زي ما انتم شايفين بفضل الله رب العالمين، محدش خبط على باب الجمعية السنة دي إلا وليه نصيبه من لحوم الأضاحي بفضل الله رب العالمين. مستنيين مشاركتكم معانا في أيام التشريق وفي عيد الأضحى المبارك. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير. رأيي في الجمعية والله أقسمت بالله صدقني الناس أحسن ناس والله بيرضوني. أنا كان عندي ابني من 11 سنة لحد ما عنده 30 سنة، يعني عندي كهرباء تعبان كده. البركة في ربنا سبحانه وتعالى، والبركة في عم الشيخ هاني. لهم ربنا يسترها معاكم، عم الشيخ سيد وعم الشيخ هاني، كل الموجودين، كل اللي خبطوا على باب وسدوا الدين اللي عليا قبل كده، هو ربنا يصلح حالهم يا رب. ربنا يصلح حالهم ويجعلها جمعية فتحة الخير يا رب. صدقني عمرهم ما كلوا بينا ولا عملوا اي حاجه وحشه مع حد. وانا اللي بقول لك بما يرضي الله ورسوله، بما يرضي الله ورسوله احسن جمعيه اللي شفناها. الحمد لله احنا اقمنا صلاه العيد في مجمع عمر بن الخطاب التابع لجمعيه فيض الرحمه القائمين على بنائه في منطقه الروضه. وان شاء الله الحمد لله تم بناء 3 ادوار، واحنا في نيتنا ان احنا نكمله 7 ادوار. فنرجو من كل اللي بيتابعونا يساهموا معانا برضك ويشاركوا في الخير ده. بعد كده ايه اللي تم في؟ احنا ان شاء الله خلصنا صلاه العيد توجهنا لمقر الجمعيه عشان نوزع لحوم الاضاحي والسكوك والتبرعات على اسرنا الفقيره والايتام والمساعدات لكل فقراء المنطقه، حتى لو مش تابعين للاسر الجمعيه. احنا ربنا بيكرمنا بنوزع بعدد الاسر الجمعيه، واللي بيفيد بنوزعه لكل باقي المحتاجين حتى لو مش من اعضاء الجمعيه، طالما احنا شايفين ان هم محتاجين. والله العظيم عملوا معانا كتير، ربنا يبارك لهم. جاي الناس الثانيه ربنا يبارك له يا رب ويديه الصحه يا رب. عامل معانا كتير بصراحه وساعدنا في حاجات كتير، ربنا يبارك له. علاج لابني من فوق اعصاب برضه، ربنا يديه الصحه يا رب ويجعل ايام هنساعد عليه يا رب. كل سنه وانتم طيبين وبدعي لكم بخير. النهارده اليوم بالنسبه لنا كان العيد عيدين، لان النهارده احتفلنا باول مصلى في مسجد عمر بن الخطاب التابع لجمعيه فيض الرحمه. والحمد لله بقى عيدنا عيد الاضحى المبارك. بعد صلاه العيد اتجهنا للمقر الجمعيه وقمنا بتوزيع لحوم الاضاحي على الفقراء والمحتاجين. جينا هنا بنوزع اللحوم على حالات الجمعيه، ولله الحمد ما شاء الله كانوا داخلين في حوالي 1000 اسره، وربنا يبارك جميعا. ساهموا معانا وربنا يبارك فيكم جميعا. العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بفضل الله عز وجل وبفضل مجهوداتكم وتبرعاتكم نمشي ونسير على خطى ثابته بفضل الله عز وجل. الحمد لله قد اتمينا بناء مسجد ومجمع عمر بن الخطاب بفضل الله عز وجل، ولسه التشطيبات، عملنا المسلحات ولسه التشطيبات بتاعتها ان شاء الله.